اللي واقع بالضبط وانا حضرنا منه فيما قبل ان اليوم دوله الصومال كدوله عبور الشاحنه المغربيه المتوجهه لدول افريقيا جنوب الصحراء كذلك دول غرب افريقيا تعرف عدم استقرار، يعني تعرف عدم استقرار الامني. وكنا قد حذرنا في وقت سابق من المقاولات المغربيه وكذلك سائر المهنيين المغاربه من اخذ الحيطه والحذر والتواصل مع السلطات القنصليه من اجل العبور عبر دوله الصومال. هذا واحد القنوط الرئيس نرجع المشاريع ما يديروا فيها الحاكم تاعو الو في الوقت اللي كتعيش فيه المنطقة غليان عسكري غير مسبوق ونيران الحرب ديال مالي شاعلة على مقربة من الحدود الجنوبية ديالنا، خرجات رصاصة طائشة من منصة تيليجرام استهدفت رأس الهرم العسكري في الجيش المغربي. حساب جبروت أطلق تهم ثقيلة تتعلق بالفساد بحق الفريق الأول محمد بريد مفتش العام للقوات المسلحة الملكية. لكن المثير للدهشة ماشي هذا الهجوم الجديد ديال الجبروت على المغرب، المثير حقا هو الصمت المريب ديال معسكر كلنا إسرائيل، الرمداني، الفيزازي، الصنايبي، الشرقاوي، دافقير، الأحداث المغربية، هيسبريس ولائحة العار التي تطول. في هذه اللحظة ديال الصمت، وماشي صمت بريء بل صمت مليء بالشك، يتدخل الملك، يتدخل القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ويعين ولي العهد منسقا لمصالح القوات المسلحة الملكية. فأشنو وقع بالضبط؟ ومن يحاول كسر الثقة في الجيش المغربي؟ وعلاش الملك وضع ولي العهد ديالو ولده في قلب غرفة عمليات الجيش المغربي في هذه اللحظة بالضبط؟ وطبعا علاش معسكر كلنا إسرائيل سكت؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها في هذه الجلسة من عاب السياسة. بقاو معنا، ما تمشيوش بعيد، والسلام عليكم ومرحبا بكم. واحد سؤال لكم قبل ما نبداو، واش كاينه شي علاقه بين الهجوم العسكري ديال بوليزاريو مع الهجوم المعنوي ديال جبروت على الجيش المغربي؟ انتظر تعليقاتكم وتفاعلكم. من الغباء الاخوان الاعتقاد بان هجوم جبروت على مفتش القوات المسلحه الملكيه المغربيه في هذا الوقت هذا مجرد صدفه، لاننا قدام تصعيد خطير في مالي عسكريا وسياسيا. الحكومة العسكرية ديال مالي ما عندهاش خلاف مع المغرب، خسرات في هاد 15 يوم أراضي كثيرة لصالح واحد التحالف هجين وخطير في نفس الوقت. هذا التحالف فيه من جهة جبهة تحرير أزواد اللي كتطالب بالانفصال على مالي، ومن جهة أخرى تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين التابع للقاعدة. ركزوا مزيان مع شنو قلت لأنني غادي نعاودو. من جهة عندك تنظيم انفصالي يريد الانفصال عن مالي، وعندك في الجهة الأخرى تنظيم جهادي لا يؤمن بالحدود. هادو بجوجهم حاربوا واحد السلطة مركزية وقدروا يتغلبوا عليها، وهذا الشيء وقع على بعد مئات الكيلومترات من الحدود المغربية. وهذا المغرب عنده مشكل ديال حركة انفصالية في الجنوب، رغم أنه في السنوات الأخيرة كيسجل فيه انتصارات كبيرة وسريعة. هذا المغرب هذا ناضت حداه حرب تهدد استقرار المنطقة والإقليم كله. في هذه اللحظات والحالات الطبيعي أن الجيش المغربي يكون في حالة استنفار واستعداد قصوى. الهدف هو القيام بواجبه الأساسي، هو حماية الحدود ديال البلاد. لكن في هذه الوقيته بالضبط كتخرج تسريبات كتتهم أرفع شخصية عسكرية بالفساد. في علم السياسة، في التحليل السياسي، لا يمكن اعتبار هذه الخطوة هذه محاربة فساد، لا يمكن قراءتها على أنها خطوة محايدة مستقلة بعيدة عن جوهر الصراع الحاصل. هذه ببساطة شديدة محاولة واضحة لضرب المعنويات وزعزعة الثقة ديال الشعب وديال الدولة في الجيش ديالها في عز أزمة كبيرة تمر منها المنطقة. فشكون اللي من مصلحته يبان الجيش المغربي فاسد من قيادته، وشكون من مصلحته يبين أن الجيش ديالنا مخترق في واحد اللحظة كيواجه فيها تهديدات وجودية كبيرة وخطيرة. بالمناسبة الإخوة الكرام، هذه الاتهامات اللي توجهات لمحمد بريد واش ما كتبانش لكم كتشبه الاستهداف اللي تعرض ليه وزير الداخلية؟ واش ما كتبانش لكم امتداد لواحد السيناريو يستهدف من يسمون في المغرب رموز الدولة؟ سمحوا لي الخوت،
الخطة واضحة جدا. هذه حملة ديال الاغتيال المعنوي للمؤسسات اللي كتمثل صمام أمان للدولة المغربية. الهدف ديالها واضح وبين، ماشي استهداف الفساد أو محاربة الفساد، بل الهدف ديالها إضعاف الأعمدة ديال الخيمة ديال البلاد. وهذا الشيء تماما وسبحان الله العظيم سبق ونبه له القائد السياسي عبد العزيز أفتاتي. قبل سنوات قال عبد العزيز أفتاتي إنهم يحفرون تحت أساسات الشرعية، وهذا ما يجري حاليا. كيحفروا ساس بساس، واحد بواحد، باش تخواليهم الساحة وتضعاف الدولة ويسهال ديك الساعة أنها تطيح. وطبعا هادشي بإذن الله ما غاديش يوقع، لأن المغاربة ما غاديش يسمحوا به يوقع. لكن وبالرغم من هذا الخطر الكبير اللي كيمس صورة مؤسسات الدولة وصورة المسؤولين الكبار فيها، وقعت واحد الحاجة غريبة، واحد اللغز حيرني وما زال محيرني وغادي نشاركه معكم. كيفاش معسكر كلنا إسرائيل في المغرب ضارب الطم، مدوى، ما تكلم، ما تحرك، ما علق، ما دار حتى حاجة. وطبعا هاد كلهم إسرائيليين هما اللي منصبين راسهم حراس ديال الوطنية، واللي كل مرة كينتقد شي مواطن شريف من أجل الصالح العام كينوضوا ليه نوضة وحدة كيحرضوا عليه وما كرهوش يعدموه في ساحة عمومية لأنه دواء. هادو ضاربين الطم، ساكتين، لا أرى لا أسمع لا أتحدث، اللي ما كتبوا والو، ما قالوا والو، وما علقوا بوالو، وكأن الهجوم كان على جيش آخر ماشي على قيادة الجيش المغربي. هذا المعسكر اللي ولفناه كيطبل أي حاجة صغيرة وكبيرة، نهار اللي تقاس الجيش ديالهم، قيادة الجيش ديالهم، سكتوا. وهنا كيتطرحوا بزاف ديال الأسئلة وبزاف ديال الشكوك كذلك الإخوة الكرام. علاش ما دافعوش على مفتش القوات المغربية من تسريبات جبروت؟ علاش ما متحمسينش للدفاع على قائد الجيش المغربي كما كيتحمسوا للدفاع عن وزراء الكيان الصهيوني؟ واش ما تحركوش لأنه ما جاومش الميساج ديال جهاز سامسونج؟ واش هاد السكوات ديالهم تعبير عن خلاف صامت مع قيادة الجيش اللي كترفض تنفذ أجندات معينة؟ هاد الموقف ديالهم من هجوم جبروت على قيادة الجيش عنده تفسير واحد: دفاع كلهم إسرائيل عن الدولة، عن الوطن، عن المؤسسات، فيه الفرزيات وفيه الانتقائية، وأن اللي كيحركهم المصالح وماشي المبادئ، واللي كيحركهم المرقة ماشي الشرف، ماشي الانتماء وماشي الوطنية، اللي كينشطهم الرز ولا شيء غير الرز. وهنا نقول لكم الإخوة الكرام، تفكرون نهار اللي بن كيران انتقد التدريبات المشتركة بين الجيش المغربي وبين جيش العدو المحتل جيش الإبادة. عقلتوا واش داروا ليه؟ عقلتوا كيفاش تعاملوا معاه؟ عقلتوا كيفاش ناضوا ليه؟ عقلتوا الحراقية اللي تحركوا بها ضده؟ فينا هي دابا؟ نهار اللي احتاجهم الجيش ضربوا الطم، نهار اللي احتاجيت كوجهي قبشوه المشاش. ولكن كما كيقولوا المغاربه الحمد لله كاين الله. ثم هاد البلاد هذه فيها دولة عاقلة وملكية حكيمة. في هاد الوقيته اللي ساد فيها الصمت، واللي هاد الصمت هو عبارة عن شك جرد من القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية. الرد جاء من فوق، جاء من الديوان الملكي. بلاغ الديوان الملكي ما جاش فيه فقط غير تعيين ولي العهد منسقا لمصالح القوات المسلحة الملكية، بل جاء فيه أمر أكبر بكثير من تكذيب ما نشرته جبروت. البلاغ كان درعا سياديا من أعلى سلطة في البلاد لحماية الجيش، أعلى سلطة في البلاد دينيا ومدنيا وعسكريا. البلاغ اللي نشرته الصحافة واهتمت فقط بالشق الأول دياله اللي هو تعيين ولي العهد، وتجاهلت أو تناست أو على الأقل ما عطاتش أهمية للشق الثاني منه اللي فيه إشادة واعتراف وحزم في نفي ما ينسب أو ما تتهم به المؤسسة العسكرية. البلاغ خصص الفقرة الثالثة والأخيرة منه للدفاع عن المؤسسة العسكرية قيادة وجنود. البلاغ خصص فقرة طويلة وحازمة للدفاع عن شرف واستقامة المؤسسة العسكرية، وأكد على قيم الكفاءة والانضباط اللي كتحلى بها الملك باختصار شديد،
وجه رسالة مزدوجة لمن يقف خلف جبروت. الجيش المغربي خط أحمر، وأي محاولة لابتزاز قيادة الجيش غادي يتدخل المؤسسة الملكية براسها وتحطم هذه المحاولة. أما الشق الثاني في جواب المؤسسة الملكية فتمثل في تعيين ولي العهد منسقا لمصالح القوات المسلحة. القنبلة الحقيقية كانت هذا التعيين. تعيين ولي العهد في هذا المنصب هذا في هذه الوقيته هذه خطوة استراتيجية بامتياز. ولي العهد بشكل رسمي غادي يولي هو جسر التواصل بين المؤسسة الملكية والمؤسسة العسكرية. هذه الخطوة هذه تنهي احتمالية وجود أي وساطات بين مؤسسة الملك ومؤسسة الجيش. هذه الخطوة هذه تنهي أي تشويش محتمل على المؤسستين. مصطلح منسق كيعني دور عملياتي ودور لوجستي ودور استخباراتي، كيعني الربط بين 5 مجالات كينشط فيها الجيش المغربي. الفكرة الأخرى أن ولي العهد المغربي كيبدأ التدريب على الحكم من أصعب مفاصل الدولة المغربية، وهذه رسالة مهمة جدا في ظل ما يجري في مالي. القيادة السياسية والعسكرية موحدة ومستعدة في المغرب، يديرها ملك المستقبل تحت إشراف الملك الحالي. وهنا نوصل لواحد فكرة مهمة لكم نتوما ديال الوعي والفهام الإخوان. في الختام الإخوان لازم نردوا البال أن هذه الحروب النفسية غادية تستمر، وهذه الصراعات الإعلامية والعسكرية على الحدود غتزاد وغتزيد تسخن. دورنا حنا كمواطنين هو حماية تماسك الجبهة الداخلية، جيش وملكية وشعب. خاصنا نكونوا واعيين وما نكونوش مجرد حطب في حرب رقمية. ما نسمحوش لهم يضحكوا علينا بملفات فساد وهما الهدف ديالهم يطحنوا البلاد ويدقدقوها. وفي الختام الإخوة الكرام، نتوما شنو قراءتكم لتعيين ولي العهد في هذا المنصب الحساس؟ واش هذه بداية عهد جديد لإدارة الملفات السيادية الحساسة؟ خليوا لي آراءكم في التعليقات. ما تنساوش الجيب، ما تنساوش التعليق، وما تنساوش تبارطاجيو باش يوصل هذا الشيء للناس. إلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم.